السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما لا شك فيه إن حاجة أساسية من الحاجات اللي بتخليك تحب المصارع وتتعلق بيه هي الدخلة بتاعته. يعني مثلا لو المصارع الدخلة بتاعته أي كلام هتقول إن ده مصارع هفا وملوش لازمة، لكن لو العكس وحبيت الدخلة وتعلقت بيها هتحب المصارع ده جدا. ويا سلام بقى لو الموسيقى أو الأغنية بتوصف المصارع. النهاردة هتكلم عن أفضل 10 دخلات مصارعين بالنسبة لي. بالنسبة لي أنا. لو مش مشترك في القناة اشترك ودوس اللايك وفعل زر الجرس عشان كل التنبيهات وكل الفيديوهات اللي انا عاملها تجيلك. ويلا بينا نبدأ. يلا بينا على طول نخش على رقم 10. ترابل اتش اغنية ذا جيم دخل بقى لأول مرة سنة 2001. الأغنية بتوصف قوة تريبل اتش وعدوانيته، وبتقولك إن تريبل اتش ساعتها كان عامل زي قاتل مأجور وكانت متوصلة عليه جامد ساعتها. والأغنية فعلا جميلة ولغاية دلوقتي بحب أسمعها. ويلا بينا نخش على رقم 9. You think you know me? ايدج واغنية ميتال ليجانس، وظهر بيها لأول مرة في 2004. واغنية جامدة جدا جدا وبتتكلم عن قوة ايدج واحترافيته داخل الحلبة، وبجد اغنية بتوصفه جميلة جدا وبرضه بحب اسمعها. يلا بينا نخش على رقم 8. الأوسوس واغنية دون ويزات داي وان دخلوا بيها لأول مرة سنة 2017. والأغنية بتقول إنهم أجمد فريق تكتيم جه، وإن هما من أول يوم ليهم في الدبليو دبليو وهما مكتسحين الكل وجامدين. الصراحة أغنية جامدة جدا وبتوصفهم. الصراحة هما عندهم حق، الصراحة هما فعلا أنا شايفهم إن هما أعظم فريق تكتيم. ويلا بينا نخش على رقم 7. طبعا ستيف أوستن واغنية I went do what you tell me ظهر بيها لأول مرة في التسعينات. والموسيقى بتقولك ان واحد مش باقي على الدنيا ومش باقي على اي حد خالص، لدرجة انه بيضرب مديره فينس ماكمان، وصوت كسر الازاز ده بيبين لك ان هما يعني بلطجي من الاخر ومش فارق معاه اي حاجة. الصراحة جامدة جدا وكانت لايقة على شخصيته ساعتها، وصراحة موسيقى من احسن الموسيقات اللي ممكن تسمعها. يلا بينا نخش على رقم 6. If you smell what the rock is cooking. ذا روك واغنية الكترفاينج ظهر بيها لأول مرة سنة 2000، وهي متعتبرش اغنية لان مفيهاش اساسا غير جملة واحدة بس بشكل عام هي جامدة جدا وبتوصف جمدان ذا روك وعظمته ساعتها. يعني مين فينا محبش الموسيقى ده يا جدعان؟ مين؟ ويلا بينا نخش على رقم 5. الوحش بروك ليزنر اغنية نيكست بيج سينج. هي مش اغنية، هي موسيقى بس قوية جدا وحماسية، وتلاقيك يعني متحمس جدا وانت بتسمعها، ولايقة جدا على الوحش. وظهر بيها لأول مرة في 2002 وكانت جمدان الصراحة، ولغاية دلوقتي بيستخدمها وهي حاجة عظمة الصراحة وبتوصفه جامد قوي. ويلا بينا نخش على رقم 4. رومان رينز بشخصية البيج دوج اغنية ذا تراش رينز. برضه هي مش اغنية، هي موسيقى بس جامدة جدا توصف رومان رينز ان هو كان عايز يحقق العدالة بأي شكل. وهي الصراحة دخلة جامدة جدا، انا مش عارف ليه اتغيرت، مش عارف، بس هي دخلة عظيمة بجد تليق برومان رينز. ويلا بينا نخش على رقم 3. الأفعى راندي أورتن أغنية فويسز ظهر بيها لأول مرة في 2008. الأغنية دي حرفيا بتوصف راندي أورتن بطريقة غبية، بتقولك إن هو ليه كان بيغدر بالناس، وليه فجأة تلاقيه غدر بواحد، وليه فجأة تلاقيه حب مرة واحد، متفهمش ليه. لأن دماغه بتبعتله رسايل وتقوله اعمل ده وما تعملش ده. أغنية جامدة جدا وبتوصف لك شخصية الأفعى راندي أورتن اللي كانت غامضة جدا لغاية ما الأغنية دي نزلت. الصراحة أغنية جامدة جدا وعايزك تخش تسمعها. ويلا بينا نخش على رقم 2. جون سينا اغنية ذا تايم از ناو
مين فينا يا جدعان محبش الاغنيه دي؟ مين فينا محبش يسمعها لو لمره حتى لو انت ما بتحبش جون سينا اكيد حبيت الاغنيه دي لانها جامده جدا وفعلا حماسيه ورائعه بجد. وتقولك ان جون سينا ساعتها كان الكل في الكل وان هو كان اجمد واحد ساعتها وان هو كان وقته فعلا. وظهر بقى لأول مرة سنة 2005 وكانت مكسرة الدنيا ومكتسحة. الصراحة أغنية جامدة وتستاهل الصراحة. مين فينا محبش دخلة جون سينا يا جدعان؟ داخلة كده والناس بتصوت من كتر حبها لجون سينا. والصراحة جون سينا بالنسبة لي من التوب. ويلا بينا نخش على رقم واحد وأحسن دخلة أنا بحبها من العشرة دول. طبعا الاندرتيكر ولحن الموت بتاعه ريس ان بيس. حرفيا محدش وهو صغير كان بيسمع الموسيقى دي الا وكان بيترعب. موسيقى جامده جدا والدخله كلها عظمه عظمه بجد تليق بدافن الموتى اندرتيكر. وطبعا هو الافضل من العشرة. وبس كده. لو عجب الفيديو اكتب لي عشان نعمل منه اجزاء تانية. وما تنساش تشترك في القناه وتدوس اللايك وتفعل زر الجرس عشان الجديد يجيلك. وبس كده يا باشا. سلام.